لك جاكوين ما بصير. ولك جاكوين انزل. ان شاء الله ما نتسمم اليوم. اذا اشتغلت هلا رح اكتب 100,000 عليه من فوق. ومرحبا يا احلى متابعين، وتحدي اليوم رح يكون اني رح احول كيك السوبر ماركت كيك جاهز لكيك حفلات بالبيت بخطوات بسيطة وسريعة. اذا حابين تعرفوا كيف طلعت النتيجة كملوا الفيديو للاخر. مين منكم انتبه اني انا من فترة وصلت لفوق 100,000 متابع على اليوتيوب؟ اول شي بدي اشكركم كتير لانه تابعتوا قناتي وعم بتشوفوا فيديوهاتي، وكمان بهاي المناسبة اليوم بدي احتفل واعمل جاتو 100,000. حابة يكون شكل الجاتو مثل هاد او هاد او هاد او هاد، يعني رح يكون بيشبهن لهدلول. بس يلي رح يصعب التحدي اني رح اشتري الجاتو جاهز من السوبر ماركت وانا احوله لمثل هدول الجاتويات اللي شفتوهم. انا بالعاده بعمل الجاتو لحالي بالبيت، يعني بالفرن بعمل الكيك الاسفنجي خاص للتزيين، بيكون طعمته كتير طيبه ودائما بنجح معي الحمد لله. بس هذا الفيديو خاص للعالم الكيك ما بينجح معاهم وما عندهم وقت لحتى يعملوا الكيك، لهيك بدهم يشتروه سريع من السوبر ماركت بس هن يزينوه بالبيت. لتغليف الكيك رح استخدم جناش الشوكولا. انا عملته هاد قبل بليله لانه لازم يقعد بالبراد 8 ساعات، بس اكيد صورت لكم الوصفه لحتى انتم كمان تعملوه. جاكور لك جاكور ما بصير. لك جاكور انسى. لك عيب جاكور. بلشت اول شي بجاط فيه 150 مليلتر كريمه سائله، وضفت فوقها 600 جرام شوكولا بيضاء مقطعه. بعدين اخذتهم على النار، حطيت طنجرة فيها مي وفوق الجاط، يعني بحمام المي ذوبتهم. بعد ما داب كل شي بشيلهم عن النار وبستناهم شوي ليبردوا، بعدين بغلفهم. انتبهوا لازم التغليف يمالس طبقة الشوكولا، وبعد ما غلفتهم بحطهم بالبراد لتاني يوم، وتاني يوم هيك بيكونوا معي جاهزين. مو جاهزين تماما، لسه لازم نخفقهم بس تقريبا جاهزين. هلا رح افرجيكم شو رح اعمل فيهم. انا الجاط طلعته قبل ب3 ساعات من ما اصور هذا الفيديو، لانه اول شي رح يكون كتير قاسي، ولحد الان بعده شوي قاسي، بس رح اخفقه هلا مشان يطرى شوي. اذا اشتغلت وبعد ما خفقته بيطلع معي هذا القوام. شوفوا شو سميك، عن جد يعني ممتاز لتغليف الكيك. رح اضيف فوقه ملونات طعام، اكيد رح اختار اللون الاحمر، اللون اليوتيوب. هي اول مره بستخدم لون طعام مع الشوكولا، فان شاء الله يزبط. بسم الله. هلا رح اخفقه واشوف كيف اللون رح يطلع. اللون بعده زهر فرح احط اكتر كمان، ان شاء الله ما نتسمم اليوم. مثل مو شايفين اللون بعده زهر، بس انا رح احتاج اللون الزهر، لهيك رح اشيل قسم منه احطه على جنب، والقسم الثاني اضيف فوقه لسه ملون اكتر لحتى يصير اللون اغمق. اتمنى يصير لونه احمر، يعني اذا ما صار هلا احمر ما بعرف شو بدي اساوي. واخر شيء هدول اللونين اللي طلعوا معي. هذا اللون كان بدي اياه يكون احمر، يعني مثل هذا اللون ولون شعار اليوتيوب، بس للاسف استخدمت كل العلبه وما وصل لهذا اللون. بس الزهر الغامق يمكن احلى، مو او خلص يوتيوب لازم يغير شعاره لهذا اللون. رح احط هدول بالبراد، وهلا خلينا نروح نشتري الكيك من السوبر ماركت. هلا صرت طالعة من السوبر ماركت وكان في عندهم كتير أنواع كيك، عن جد احترت شو بدي أشتري، بس بصراحة كنت عارفة شوي أنو واحد رح أختار، لأنه كان في عندهم كيكات أصلاً جاهزين، يعني أصلاً هن حلوين ومزينين. بس أنا قلت رح أجيب واحد سادة وكمان يكون طعمته حلوة، لهيك اشتريت هذا الريد فيلفت. شوفوا سادة، مو محطوط عليه لا فواكه ولا شيء. والريد فيلفت أنا كتير بحب طعمته، هو كيك أحمر من جوا بس فيه كريم تشيز، يعني كريمة مع جبنة، ما بعرف شو بيقولوا له، كريم تشيز، يعني مثل تشيز كيك بس كيك. هو الريد فيلفت بيشبه شوي التشيز كيك، لهيك اشتريته هذا. وكمان جبت هدلول هن قلوب حب معمولين من عجينة السكر ومنشفين. قلت بلكي هيك زادوا لي شوي تاتش على الكيك، فما بعرف إذا رح استخدمون هلأ فوق بنشوف. فخلينا هلأ بسرعة نرجع على المطبخ لحتى نزين الكيك. شوفوا هيك طلع شكل الكيك من جوا. وأول شي رح نعمله إنه رح نشيل الشغلات اللي على الكيك، يعني هاي الشوكولا البيضة كلها رح تنشال. وهلا بعد ما شلت كل شي من الكيك بيجي دور التزيين. رح أبلش بالكريمة الزهر الفاتح، كريمة جناش الشوكولاج زهر الفاتح. هلا بمد الجناش هيك على الكيك من فوق وكمان من هون هالجوانب.
وبستخدم هذا الشي لحتى يساعدني بالتمليس. وبعد ما غلفت كل الكيك باللون الزهري الفاتح، هلأ رح أكتب 100K يعني 100,000 عليه من فوق. الله، وهي 100K زبطت هيك من فوق. وهلأ رح أكمل لسه تزيين الكيك. رح أحط من فوق هلأ هيك مثل ورود. شوفوا الكيس كيف انخزق من هون. رح أغير الكيس. شوفوا هاي كيف أزبط من هاي بكتير. هاي رح أشيلها إذا قدرت أشيلها. رح أكمل هلأ بايبينج. الحمد لله قدرت أشيلها هاي الصغيرة. يا الله الكيك طلع كتير حلو عن جد، يعني من هلأ أنا حبيته، بس لسه في شغلات رح أحطن عليها، واللي هنن هدول قلوب الحب اللي فرجتكن ياهن من قبل. بس يا ترى وين رح أحطهم؟ عن جد محتارة شوي. يمكن أحط هون كمان، طلعوا حلوين. عن جد شوفوا شو شكله طلع كيوت، وعن جد أحلى من 100 كيك جاهز، وخصوصا إنك أنت عملتيه بإيدك، يعني ما يعتبر كله عملتيه بإيدك بس زينتيه بإيدك. هلا خلينا مع بعض كلنا نغني سنة حلوة يا جميل. لا عم بمزح. مبروك علينا 100,000. عن جد شكرا كتير لأنكم وصلتوني 100,000. شكرا لكل مشترك بتابعني. دائما بقرأ كل هدول كومنتاتكم الحلوة، وعن جد هن اللي بيحمسوني لحتى أصور لكم فيديوهات أكتر. كان بتمنى إنه كلكم تكونوا معي لحتى نقدر ناكل من هذا الجاتو اللي ما رح يكفينا كلياتنا. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك، وإذا أنتم مو مشتركين بالقناة بتمنى إنكم تشتركوا بالقناة، وما تنسوا تضيفوني على سناب شات والإنستغرام، وأكيد ما تنسوا تشوفوا هدول الفيديوهين اللي صورتهم قبل. بحبكم كتير بشوفكم الجمعة الجاي. باي.